طب يا جماعه عايزين نفهم بقى. بصوا، الدنيا كانت ماشيه عادي خالص، هم واقفين، فجاه هو بدأ زي ما انتم شايفين بيعمل حركات غريبه شويه. وهي مفيش بدأت ترقص في المنظر ده زي ما انتم شايفين في الشارع. فانا تفسيري الوحيد للموضوع ده طبعا، بصوا بدأت تحط ايديها على كتفه وتحط الموبايل على ودنها. واضح ان هو، انا تفسيري الوحيد ان هي سمعته اغنية مثلا، او تمام ده شيء جميل سمعتي اغنية، لكن مش لدرجة ان انت تنسي نفسك خلاص واعصابك ومفاصلك كلها تسيبه وترقصي في الشارع بالمنظر ده. انت عارفين اللي هو جسمها مجرد ما سمع المزيكا والاغنيه ما قدرش يقاوم، بغض النظر احنا في الشارع، احنا في البيت، احنا في اي مكان، رقص زي ما انتم شايفين بدون اي كسوف ودون اي حياء. طبعا حاجه غريبه جدا و... وانا مش فاهم سببها يعني. الوقفه بتاعتها غريبه، سندتها على دراعه غريبه، كل حاجه غريبه بصراحه. هنا رضوى هتضربيها جامد. الشربيني قررت تعلمنا المصارعة الحرة الحريمي على الهواء مباشر زي ما انتم شايفين. جابت بنت بتطحن الولد، ان هي كان المفروض بتعلمنا الدفاع عن النفس. طب دي بنت لياقتها عالية زي ما انتم شايفين، هل كل البنات لياقتها بتبقى بالمنظر ده يعني؟ البنت انا شايف ان هي بتضرب برجلها وبترفع رجلها لاماكن صعبة جدا يعني، لكن انت بتعلمي البنات ايه يعني؟ هل في بنت هتبقى في الشارع تقدر تضرب اللي قدامها برجلها ترفعها في وشه بالمنظر ده؟ طبعا صعب جدا. وبعدين انت الحلقه جايبه الواد ده، طب مين اهل الواد ده البنت عم تضرب فيه وتزقه. اه انت ممكن تشرحي لنا بس مش تطبقي عملي في ولد زي ده. طب الولد بص هنا تلعب بقى، عمال يبعد منها وخايف، الاولاني يصوت وقال بصوت عالي عشان هي تحس على دمها وتخف، لا برضه مفيش فرق. جابت لها الواد التاني ده تسكت بقى، لا برضه عمال تضرب والواد عمال ينط ويبعد عنها. حاجه غريبه، حلقه كوميديه. رضا شيرين بص قاعدين بتستمع، عاجبها الموضوع قوي ومبسوطه ان في بنت بتضرب الولد. حاجه جميله، حاجه عظيمه بالنسبه لها، وخليها قاعده مبسوطه. بس كده يعني، ده كان فيديو خفيف يا رب يكون عجبكم. لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك للفيديو واشتركوا في القناه، ان شاء الله اللي جاي يعجبكم. شكرا لكم.